قصتنا ما خلصتش مع المماليك، وفي حلقتنا هنكمل حكايتنا مع ولاد الذين دول. المماليك ما كناش فاهمين لهم اصول زي ما احنا ما كنا عارفين وذكرنا في الحلقه اللي فاتت، من بحر قزوين او من اواسط اسيا، ولا من بحر ايجا، ولا من التتار والمغول، ولا من جزر البحر المتوسط. اتقسمت المماليك طبقتين، مماليك بحريه ومماليك برجيه. المماليك البحريه دي اللي كانت بتسكن جزر الروضه، والمماليك البرجيه اللي كانت بتسكن القصور والابراج العاليه. ضيفوا بقى للكلام ده كله مماليك البكوات، وده كان ايام الحكم العثماني اللي هنتكلم فيه بعد شويه. مماليك الطبقه الاولى بقى كانوا بيحكموا باسم سلاطين من الاطفال. اللي هو ده يعني ايه بقى؟ هو مش معنى كده ان هم اخدوا الحكم او تولوا السلطنة وهم أطفال، لأ، ده كان بيجي عند سن معين، يعني مثلا 10 سنين كده، وكان المفروض ان الطفل ده او السلطان ده مش بيبقى مؤهل للحكم، فبيأهلوا واحد يبقى واصي عليه او ماسك مكانه لغاية ما يكبر ده ويمسك الحكم. بس حصل العكس، يعني مثلا عندك ابن قلاوون كان واصي على ابن بيبرس لغاية ما يكبر ويمسك السلطنة، فابن قلاوون انتهز الفرصة وركن ابن بيبرس على جنب، ولا يكبر ولا بتاع، وهاخد منه الحكم والسلطنة. وعندك كتبغة اخد مكان السلطان لاجين وهو صغير، ما اخدش معاه وقت، وبرضه اخد منه السلطنة واترستق على عرش الحكم. وكان معروف في الطبقة دي ان هم بيشيلوا الاطفال وبيتولوا هم الحكم او العرش، بيستقرضوهم بمعنى اصح. اما بقى مماليك الطبقة التانية او ملوك الطبقة التانية فدول كانوا مؤهلين للحكم، كانوا بيتسلطنوا لوحديهم. يعني لما بيلاقوا المملوك منهم مؤهل باسل شجاع قوي عنده قدرة للإدارة وحكم البلاد فكانوا بيولوهم. علشان كده كانت الفترة دي كانوا معتمدين على نفسهم، بس ما كانش فيه منهم نفع كبير. الطبقتين دول بقى كان معروف عنهم ان هم كانوا ارقى طبقتين في حكم المماليك، لان هم كان من وقت للتاني بيظهر فيهم رجال عدل، وكانوا بيحكموا البلاد بشيء من الحديد، يعني ان هم كان العدل عندهم اساس الملك بمعنى اصح. ده غير ان هم كان عندهم رفق بالرعية، يعني كان عندهم لين وشيء من الرحمة. بجانب ان الطبقتين دول اتعرفوا على مر التاريخ ان هم من ارقى الحكام او السلاطين اللي حكموا مصر في الفترة دي من المماليك. سابوا للقاهرة حضارة وحاجات جميلة جدا من الآثار النادرة. ده مش بس كده، ده كان فيه تراث معماري رائع جدا كانت بتتبني بيه المساجد. يعني عندك مثلا كده جامع قلاوون، وجامع الناصر قلاوون، وجامع الحسن، وطبعا قلعة قايتباي اللي هي أشهر من النار على العلم. سابوا آثار وتراث إسلامي رائع جدا، يعني فعلا كان بيحكى ويتحكى عليها على مر العصور لغاية دلوقتي، لدرجة ان المؤرخ لاين بول شهد في حقهم وقال كلمتين حلوين، وقال ان الطبقتين دول جمعوا بين متناقضات ما توردوش في اي امراء او بين اي حكام وسلاطين من المماليك قبل كده او في اي مكان او زمان اتذكروا فيه. وبالرغم ان اصولهم غير معروفة وان هم اتباعوا في اسواق الرقيق، الا انهم عندهم ميول غريبة للفنون يحق لاي حد على مر العصور ان هو يتباهى بيهم. ده كلام عمنا لاين بول. ده مش بس كده، ده قال كمان ان ذوقهم في اللبس ومساكنهم وفي القصور الجميلة والزينة بتاعتهم اللي كانوا بيحضروها وبيجهزوها بنفسهم يصعب على اوروبا نفسها انها توصل لمستواهم. نيجي بقى لمماليك الطبقة الثالثة البكوات. معروف عنهم ان مدتهم كانت طويلة قوي في الحكم ومملة جدا. مش بس كده، ده استبدلوا لقب السلطنة بجلالة قدرهم لشيخ البلد. مماليك الطبقة الثالثة اللي هم البكوات دول كان عندهم دهاء الثعلب، كل ما بيتقلص مجد الباب العالي بجلالة قدره كل ما بتنتشر نفوذهم. ده مش بس كده، ده كانوا بيشتروا كل المماليك اللي كانوا من سيبيريا ومن بلاد جركز، وكانوا بيقتلوا في بعض عشان خاطر بس ياخدوا لقب شيخ البلد. في الوقت اللي كان الباب العالي مشغول فيه في الحروب مع الروس في الجزء الأخير من القرن ال18، شيخ البلد وقتها كان علي بيك الكبير. عمل إنجاز عظيم، وسع البلاط المماليك وخلاهم متمكنين، ده غير ان هو كسر شوكة الانكشارية وخلاهم على البلاطة لان هم توغلوا كمماليك. ده ما اقتصرش على كده بس، لا، ده راح اعلن استقلاليته وطرد الوالي العثماني للقسطنطينية. علي بيه الكبير اخد جيشه وراح طالع على سوريا.
فضل وراها لغاية ما بقت تخضع لحكمه. مش بس كده، ده حط ايده كمان على البلاد المقدسة، لدرجة ان حاكم البلاد المقدسة لقبه بالسلطان، وكان حكمه وقتها حكم رائع جدا وفوق الخيال. وفضل بين حكمه للبلاد المقدسة وسوريا لغاية ما جم جماعة كده استفردوا بيه في صحراء سوريا وراحوا دبحينه ومخلصين عليه. سنة 1517 اتنصب السلطان سليم الأول حكم مصر، ومصر بقت إقليم من الدولة العثمانية، وحب يوسع ويشبرق على مصر كده وحدودها، وراح موسع نطاق خارج البلاد. هو كان شغال في توسيع نفوذ مصر خارج البلاد، وقال لك ان هو يسند كل الاعمال والشؤون الاداريه الداخليه لحاجه اسمها ديوان، كان بيرأسها وبيزعمها كبار من الزعماء المماليك. الاداره المحليه كان بيقودها 24 بيك مملوكي. كان دورهم ايه بقى في الاداره المحليه؟ ان هم كانوا بيفرضوا الضرائب، وكان جزء منها بيروح للديوان. الجزء ده كان بيعادل الجزيه السنويه اللي كانت بتروح للباب العالي. يعني الناس دي كانوا داخلين عليها فحت ورد. ده كده تقريبا راس الباب العالي اتساوت مع المماليك. السلطان بقى كان ليه والي برتبة باشا. الوالي ده كان كل اختصاصاته ان هو ياخد المعلومات من السلطان يبلغها للديوان، بجانب ان هو كان بياخد الجزية او الضرايب اللي كانت بتدفع كان بيوصلها للخزانة. وما كانش بيحب ان هو ينشر الاحزاب ويخليهم ينتشروا بشكل مش حلو عشان ما يتقلبوش على الحكم. بس بقى الديوان او اعضاء الديوان كان يحق لهم ان هم يرفضوا اوامر الباشا او الوالي، وكان برضو يحق لهم لو توافرت الاسباب لرفضه او استبعاده كانوا بيستبعدوه. بدأوا الانكشارية والأسبهية ما يعجبهمش الكلام، فجمعوا بعضهم كده برؤساء اسمهم الوجقية عشان يبلغوا الباب العالي ان هم مش عاجبهم الوضع، وانت سايب كده المماليك طايحين فينا وعمالين يأمروا وينهوا فينا، الكلام ده ما يعجبناش. وفعلا الباب العالي ما عجبوش المهزله دي، فراح عمل ايه؟ فكر في حيله او جر شكل مع المماليك، راح عامل لهم انقسام بين المماليك، ومنع كل حزب ان هو يتغلب على الحزب التاني، بحيث ان حزب الاغلبيه او الحزب الغالب ما ياخدش السلطنه مره تانيه. بس الفكرة بتاعت الباب العالي دي كانت سيئة جدا، دي كانت على مصلحة الأمة المصرية، فحصلت وانتشرت الفوضى بين البلاد والأقاليم والمديريات كمان. الشهادة لله المماليك بالرغم ان هم كان حكمهم سيء جدا بس كانوا ماسكين الحكم من نار. في الوقت بقى اللي اتدهور فيها حال مصر والمصريين وانتشرت الفوضى، عم نابليون بونابرت اصطاد في المية العكرة واخد مصر بالعافية من الباب العالي، والكلام ده كان سنة 1798. فضلت الحملة الفرنسية في مصر من 1798 لغاية 18 سبتمبر سنة 1801، وفشلت أغراض الحملة الفرنسية على مصر. هم تقريبا نهبوا اللي نهبوه وسلبوا اللي سلبوه، ولقوا ان مصر ما فيش منها رجا فراحوا سايبينها ورجعوا لفرنسا. الحملة الفرنسية أخذت بعضها ورجعت فرنسا، راحوا الأتراك جم مرة تاني واحتلوا مصر. تقريبا مصر كانت مزغللة في عين العالم وقتها، يمشوا الفرنسيين يجوا الأتراك، بس فترة الأتراك ما طولتش. تكروا ليه بقى؟ علشان محمد علي باشا مسك الحكم سنة 1805 وبدأ يفرض نفوذه على البلاد. مش بس كده، ده محمد علي فعلا بدأ يعمل تجديد في البلاد، بس المماليك كانوا عاملين له زي الشوكة في الزور، يعني اللي هو احنا مش هنهني اي سلطان على مكانه. المماليك كان نفسهم طويل قوي، وكان عندهم قدرة للملاوعة على السلطنة وان هم ياخدوا الحكم بشكل مش طبيعي، وقاموا ضد محمد علي باشا بعدة ثورات. ليه بقى؟ علشان خاطر محمد علي باشا كان بيقول لهم بعض الأوامر وهم ما ينفذوهاش. مثلا كان لما بيفرض الضرايب هم كانوا مرة بيدوا أعذار ان هم بيدفعوا جزء للضرايب وجزء لمصالح البلاد، فمحمد علي باشا لقوا ان هم ملتويين كده، فراح مبيت لهم النية وقال لهم اصبروا عليا. الباب العالي كان مخنوق جدا من الحركة الوهابية في منطقة نجد، فقال لمحمد علي باشا انت تعين لنا ابنك تصن ان هو يكون قائد الجيش علشان يقضلنا على الحركة الوهابية دي. محمد علي باشا قال بس ده الكرة كده بقت في ملعبي علشان اخلص من المماليك. طب ازاي؟ في يوم جمعة يوم 1 مارس سنة 1811، اوعوا تنسوا التاريخ ده، محمد علي باشا عمل حفلة كبيرة قوي في القلعة
لتقليد أو تنصيب طوسون باشا، وعزم فيها كبار الدولة من مصريين ومن مماليك. عزم فيها ما يقرب من 470 مملوك، بين عسكريين وبين موظفين وبين حكام وبين زعماء، يعني حاجة لا يستهان بها، ناس من الوضع التقيل. في الحفلة دي المماليك كانوا جايين في أزهى صورهم، هم ناس بيحبوا الشياكة وبيحبوا كده يروقوا على نفسهم وعلى حالهم، لبسوا اللي على الحبل كله، وكانوا جايين فعلا في منتهى الشياكة. وجت لحظة تقليد طوسون باشا. كان الترتيب كالآتي: صف جنود، وصف عساكر، وصف محافظين، وصف اسمه الأغا، وصف الأرناؤوط أو جيش الأرناؤوط أو عساكر الأرناؤوط، دول اللي كانوا في قبل الأخير من الصفوف، وصف للمماليك اللي هو كان الصف الأخير بمعنى أصح. الموكب ده أو الاحتفالية دي كانوا مخصصينها عند باب اسمه باب عز، كان عبارة عن باب صخري عالي جدا وأسواره عالية جدا، علشان خاطر محمد علي لما يضرب ضربته يعرف ان الناس هتبقى محاوطينه من فوق ومن تحت، يعني صعب جدا ان هم يطلعوا. المماليك ما كانوش عاطين خوانة لا للحفلة ولا للحضور ولا اللي محمد علي هيعملوا فيهم، لغاية ما جه وقت التقليد والتنصيب محمد علي عطى أوامر بضرب الصفوف الخلفية اللي هم صف المماليك كلهم. وبصراحة عساكر الأرناؤوط كانوا قايمين بالواجب وبالزيادة، يعني جم يضربوا في المماليك من تحت، يقتلوا اللي يقتلوه، واللي يحاول يهرب يقوموا ضربينه من فوق، يعني كده كده هتموتوا سواء من فوق أو من تحت، لغاية ما جم يحاولوا يهربوا. ففضل وراهم فعلا جيش الأرناؤوط أو عساكر الأرناؤوط ودمروهم وأبدوهم تماما، وكان القلعة كلها دماء. فعلا المصريين سمعوا اللي حصل ده، وسمع بالضرب اللي بيحصل في القلعة ده، كل واحد راح واخد ديله في اسنانه وراحوا لبيوته، وكأن فعلا في حظر تجوال. دخلوا بيوتهم وقفلوا المحلات ولا حد سمع لهم حس ولا خبر، والدنيا كلها ملطخة بالدماء. علشان كده المنطقة دي اسمها منطقة الضرب الأحمر، نسبة للدماء اللي غرقوا بيها الدنيا من دم المماليك. المماليك كان دمهم ملطخ في كل مكان، يعني مفيش شبر في القلعة أو في الشارع إلا مكان من دم المماليك، ومنجيش منهم ولا واحد. زي ما قلنا اللي بيحاول يهرب كان بيتضرب بالرصاص من عساكر الأرناؤوط، لغاية ما كان في واحد اسمه أمين بك، ده كان مملوكي تقريبا كده، كانت فاتته الحفلة، فلما أدرك وجه يحضر الحفلة فسمع ضرب النار والرصاص، فنط 18 متر على حصانه وخد ديله في سنانه وهرب. فضل يمشي في الصحراء لغاية ما وصل لبلاد الشام. عساكر الأرناؤوط مش بس نفذوا أوامر محمد علي باشا في إن هم يقتلوا المماليك بس أو يذبحوهم بس، لأ، ده دخلوا على المصريين كمان في بيوتهم، اغتصبوا اللي اغتصبوه ونهبوا ما يقرب من 500 بيت، وقتلوا 1000 مملوكي ومصري كمان، يعني ما سابوش، دخلوا على الأخضر واليابس. محمد علي تاني يوم من مذبحة القلعة لما سمع بالحوار بتاع عساكر الأرناؤوط واللي هم عملوه في البلاد، فقال لك لا، ده كده هتبقى مهزلة. نزل عشان يسيطر على الموقف وذبح عساكر الأرناؤوط، وأصدر قرار إن أي مملوكي تلاقوه في الأقاليم أو في صعيد مصر أو في أي منطقة مصرية لازم تذبحوه. وفعلا محمد علي باشا قضى على كل المماليك. في ناس شافت ان اللي عمله محمد علي ده جريمة بشعة لا تغتفر، لانه زرع الرعب في قلوب المصريين وخلاهم عايشين في خوف فترة كبيرة قوي من حكمه. وفي ناس شافوا ان فعلا محمد علي اللي عمله ده صح، لان هو قضى على المماليك تما. يا ترى بقى محمد علي باشا كان قراره سليم ضد المماليك في مذبحة القلعة، ولا هو فعلا اثار الذعر في قلوب المصريين لسنوات عديدة من حكمه؟ اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم في حلقة جديدة من اعرف التاريخ.